السلام عليكم. معاكم يوسف نبيل، ودي قناة كل شبر في مصر. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة. في الفيديو ده انا مش بكلم المصريين بس، لكن كمان بكلم الاخوة العرب اللي ناويين ينورونا ويجوا القاهرة ومحتاجين يتحركوا بمترو الانفاق. كل دقيقة هتعدي عليك في الفيديو ده هتخليك تعرف القاهرة وتستوعبها اكتر واكتر، رغم انها اكبر مدينة في الوطن العربي كله. مصر فيها نهر النيل، دي القاهرة عاصمة مصر، وموجودة هنا شرق النيل، وغرب النيل موجودة مدينة تانية اسمها الجيزة. القاهرة والجيزة مع بعض بنسميهم القاهرة الكبرى، والأحمر ده هو الطريق الدايري حول القاهرة الكبرى، والمسافة من هنا لهنا 19 كيلو متر. أكتر حاجة بيستخدمها سكان القاهرة وزوار القاهرة هي مترو الأنفاق. شبكة مترو الأنفاق في القاهرة لغاية النهاردة بتتكون من 3 خطوط، وأنا دلوقتي هتكلم عن المحطات اللي انتهى إنشائها وبدأ تشغيلها. الخط الأول لونه أزرق وطوله 42 كيلومتر، والخط الثاني لونه برتقالي وطوله 20 كيلومتر، والخط الثالث لونه أخضر وطوله هيوصل في المستقبل لأكتر من 33 كيلومتر. أما الخط الأصفر فده هو السكة الحديد، يعني القطارات السريعة وليس المترو. هنا مطار القاهرة الدولي شمال شرق القاهرة، هنا محطة قطارات القاهرة الرئيسية في وسط البلد، والمنطقة الموجودة جنوب المحطة هي المنطقة اللي بيتقاطع ويتقابل فيها ال3 خطوط مترو، وبنسميها وسط البلد، يعني قلب المدينة، السيتي سنتر. هنا محطة قطارات الجيزة غرب النيل، وهنا محطة قطارات شبرا الخيمة شمال القاهرة. هنا موقف سيارات تركب منه المدن تانية في مصر اسمه موقف عبود. ده موقف السلام على الطريق الدايري، بيسموه موقف العاشر، وعربياته بتروح شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. شمال محطة قطارات القاهرة في موقف اسمه أحمد حلمي. في هنا موقف الترجمان، واسمه على الخريطة ميناء القاهرة البري. هنا موقف عبد المنعم رياض في وسط البلد. هنا موقف تاني اسمه موقف المنيب للسيارات اللي بتروح الوجه القبلي، يعني جنوب الجمهورية. هنا موقف عين حلوان جنوب القاهرة. أنا ليه بعرفك الأماكن دي في بداية الفيديو؟ لأن لما تيجي من أي مكان في الدنيا وانت راكب مواصلات وتدخل القاهرة، فغالبا هتوصل لمكان منهم، وهيكون هو بداية معرفتك بمدينة القاهرة، ومنه هتنطلق وتبدأ رحلتك ويبدأ اكتشافك للعاصمة المصرية. تعالوا نتعرف على محطات خطوط المترو ال3 ومساراتهم داخل القاهرة. وهنبدأ بالخط الثالث لأنه الأقرب لمطار القاهرة. أول محطة في الخط الأخضر هي محطة عدلي منصور، ودي محطة مهمة جدا، هقولك ليه حالا. بعدها محطة الهايك ستيب، بعدها عمر بن الخطاب، بعدها محطة قباء، بعدها هشام بركات، بعدها النزهة. احنا كده مشينا 5 محطات بعد محطة عدلي منصور، اللي أصبحت نقطة مهمة جدا على الطريق الدائري في القاهرة، لأن محطة عدلي منصور أقرب محطة لمطار القاهرة، ولأنه قريب منها موقف السلام العاشر. لكن لو أنت وصلت مطار القاهرة ومعاك شنطة واحدة مش ضخمة، فممكن تركب أتوبيسات مكيفة من المطار لوسط القاهرة، ولو معاك شنط أو مستعجل يبقى تركب سيارة بالأجرة تاكسي لأي مكان في القاهرة، أو تركب أتوبيس أو تاكسي لمحطة مترو النزهة أو محطة عدلي منصور. وحتى الآن الطريق من المطار لمحطة مترو النزهة أسهل وأقصر من إنك تروح لمحطة عدلي منصور، لكن ممكن قريب يفتحوا طريق باصات، يعني أتوبيسات، من المطار لمحطة عدلي منصور. بعد محطة النزهة بيكمل المترو طريقه محطة نادي الشمس، محطة الألف مسكن، بعد كده محطة هليوبلس، يعني الخط الثالث يدخل حي مصر الجديدة، بعدها محطة هارون، بعدها محطة الأهرام، ودي ملهاش أي علاقة بأهرامات الجيزة. أهرامات الجيزة بعيدة عنها جدا غرب الجيزة. يكمل المترو في مصر الجديدة محطة كلية البنات، بعد كده محطة الاستاد اللي هو استاد القاهرة في مدينة نصر، ثم محطة المعرض، بعدها محطة العباسية. العباسية من المناطق الهامة المزدحمة في القاهرة وقريبة من كليات جامعة عين شمس. بعد العباسية محطة عبده باشا، وبعدها محطة الجيش، وبعدها محطة باب الشعرية. والمحطة دي مهمة لأنها قريبة من وسط القاهرة، وقريبة من المناطق الإسلامية والتاريخية وشارع المعز لدين الله الفاطمي وأبواب القاهرة القديمة. انزل محطة باب الشعرية واسأل على باب النصر وباب الفتوح، ولما توصل لهم اسأل على شارع المعز، ولما توصل له امشي فيه واسأل على الجامع الأزهر وجامع الحسين. بعد محطة باب الشعرية المترو بيدخل محطة العتبة، والعتبة من أهم ميادين العاصمة المصرية، وانت كده وصلت وسط البلد. العتبة يعني الزحمة والتجار والمستوردين والباعة الجائلين.
العتبة يعني قلب القاهرة التجاري، وخلي بالك انه محطة العتبة بيمر فيها ايضا الخط التاني للمترو، يعني هي محطة تقاطع تبادلية بين الخط التاني والخط التالت، يعني بنفس التذكرة اللي معاك تقدر تنزل من مترو وتركب مترو تاني غيره، يعني تغير الخطوط براحتك. وأسعار تذاكر المترو حاليا 5 جنيه و7 جنيه و9 جنيه مصري حسب عدد المحطات اللي هتركبها. وتم الانتهاء من إنشاء 4 محطات أخرى في الخط الثالث بعد العتبة، وجاري التشغيل التجريبي ليهم. محطة جمال عبد الناصر دي محطة تبادلية فيها تقاطع بين الخط الثالث والخط الأول، وهي قريبة من موقف الترجمان وقريبة شوية من موقف عبد المنعم رياض، وفيها شارع مهم تجاري وحيوي اسمه شارع 26 يوليو، وهو الشارع الواصل بين شارع رمسيس وميدان العتبة. بعد محطة جمال عبد الناصر محطة ماسبيرو، بعدها خط المترو الثالث بيعدي تحت نهر النيل ويدخل جزيرة الزمالك. المحطة اللي في جزيرة الزمالك اسمها صفاء حجازي. بعد محطة صفاء حجازي الخط الثالث بيمر مرة أخرى تحت نهر النيل ويوصل لمحطة الكتكات، ودي آخر محطة تم الانتهاء منها في سنة 2022. لكن في المستقبل القريب الخط الثالث هيتفرع فرعين، واحد هيروح إمبابة والطريق الدايري، والتاني هيروح بولاق الدكرور. وممكن تشوف الفيديو اللي ظاهر فوق ده لو عاوز تعرف تفاصيل أكتر، أو كمل معايا الفيديو ده علشان تعرف مسار الخطين التاني والأول. الخط التاني البرتقالي بيمشي من الشمال للجنوب وهو في معظمه يسير موازي لنهر النيل. يبدأ الخط التاني من شمال القاهرة عند محطة اسمها شبرا الخيمة، وشبرا الخيمة أنا قلت من شوية إنه فيها محطة قطار، ومحطة القطار مجاورة لمحطة المترو. بعدها محطة كلية الزراعة، وبعدها المترو بينزل تحت الأرض ويعدي تحت ترعة الإسماعيلية ويوصل محطة المظلات. محطة المظلات هي أول محطة في شارع شبرا. شارع شبرا هو شارع طويل طوله أكتر من 4 كيلومتر، بيمشي في خط مستقيم من الجنوب للشمال. ومحطة المظلات هي الأقرب لموقف عبود، يعني بينهم حوالي 10 دقايق مشي. بعد محطة المظلات بيكمل مترو الخط الثاني أسفل شارع شبرا ويمر بمحطة الخلفاوي، ثم محطة سانت تريز، ثم رود الفرج يعني منطقة دوران شبرا، ثم محطة مسرة وهي آخر محطة في جنوب شارع شبرا. بعد كده خط المترو بيمر تحت السكة الحديد السريعة ويوصل محطة الشهداء، وهي محطة تبادلية بين الخط الثاني والخط الأول، يعني محطة ميدان رمسيس. وميدان رمسيس مهم جدا جدا في القاهرة لأن منه بتتفرع شوارع مهمة جدا، وكمان انت كده دخلت منطقة وسط البلد. وكمان في محطة قطارات القاهرة، وممكن على رجلك تعدي من محطة القطار وتوصل من ميدان رمسيس لميدان أحمد حلمي وموقف أحمد حلمي، أو ترجع تاني لمنطقة شبرا. بعد محطة الشهداء محطة العتبة، وكنت قلت إنه فيها تقاطع بين الخط التاني اللي احنا جايين بيه من شبرا الخيمة والخط التالت الأخضر اللي جاي من عدلي منصور. بعد العتبة محطة محمد نجيب على اسم رئيس مصر الراحل محمد نجيب، وهي قريبة من قصر عابدين، واحنا كده ما زلنا بنلف في وسط البلد. وبعدها محطة كبيرة جدا اسمها أنور السادات على اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات. المحطة دي موجودة في ميدان مهم جدا اسمه ميدان التحرير. مفيش زائر أو سائح بيجي القاهرة دون أن يمر من هنا. ميدان التحرير من أجمل وأكبر ميادين العالم، وهو قريب من نهر النيل وكوبري قصر النيل، وفيه مبنى جامعة الدول العربية وفنادق ال5 نجوم اللي بتطل على النيل والمتحف المصري وموقف عبد المنعم رياض وحي جاردن سيتي، وبينتهي عنده شارع طلعت حرب وشارع قصر النيل. وكمان ميدان التحرير كان هو مركز ثورة 25 يناير العظيمة، وكذلك ثورة 30 يونيو المجيدة. بعد محطة أنور السادات المترو بيعدي تحت النيل ويوصل للجزء الجنوبي من جزيرة الزمالك، وهنا محطة الأوبرا بجوار دار الأوبرا المصرية، ودي تاني محطة في جزيرة الزمالك لكنها موجود في جنوب الجزيرة. بعد كده المترو بيمر مرة تانية تحت نهر النيل ويدخل محافظة الجيزة حي الدقي، وهنا محطة الدقي في شارع التحرير. بعدها محطة البحوث في نفس الشارع. وبعد كده المترو يتجه للجنوب ويمشي موازي لخط السكة الحديد ويطلع فوق الأرض تاني ويوصل محطة جامعة القاهرة. هنا الجامعة وهنا حديقة الحيوان بالجيزة. الحديقة بعيدة شوية عن المحطة، حوالي 20 دقيقة مشي على رجلك.
بعد كده محطة فيصل، لأن الشارع ده اسمه شارع الملك فيصل. بعدها محطة مهمة جدا اللي هي الجيزة، وموجودة فوق محطة قطار الجيزة. والشارع الموازي لشارع فيصل اسمه شارع الهرم، وده شارع طويل طوله 8 كيلو، هتلاقي في نهايته أهرامات الجيزة ال3. لكن حاليا لسه مفيش محطة مترو قريبة من أهرامات الجيزة، لكن الخط الرابع اللي لسه بيتعمل هيكون قريب من الأهرامات. بعد الجيزة محطة أم المصريين، بعدها ساقية مكي، بعدها محطة المنيب بجوار موقف كبير جدا اسمه موقف المنيب. وبكده انتهى الخط التاني عند الطريق الدايري. نروح للخط الأول الأزرق، وهو أيضا يسير من الشمال للجنوب. المحطة الأولى المرج الجديدة موجودة أسفل الطريق الدايري بجوار موقف المرج. بعدها محطة المرج، ثم عزبة النخل، عين شمس. على فكرة محطة عين شمس مش قريبة من جامعة عين شمس. المطرية، حلمية الزيتون، حدائق الزيتون، ثم محطة سراي القبة بجوار قصر القبة الجمهوري، وهي قريبة من حي مصر الجديدة، ثم حمامات القبة، ثم كوبري القبة، ثم منشية الصدر، ثم الدمرداش. والمحطتين دول منشية الصدر والدمرداش قريبين من كليات جامعة عين شمس، وممكن نقول إن معظم كليات جامعة عين شمس محصورة بين 4 محطات: العباسية والمعرض في الخط الثالث، والدمرداش ومنشية الصدر في الخط الأول. بعد محطة الدمرداش يمشي المترو في شارع رمسيس ونوصل محطة غمرة. بعدها محطة الشهداء في ميدان رمسيس، وهي محطة تبادلية فيها تقاطع بين الخط الأول والخط الثاني. بعدها محطة أحمد عرابي، وهي الأقرب لموقف الترجمان. بعدها محطة جمال عبد الناصر التبادلية بين الخط الأول والثالث. بعدها محطة أنور السادات في ميدان التحرير، وهي تبادلية أيضا بين الخط الأول والثاني. بعدها محطة سعد زغلول، ثم محطة السيدة زينب، وهي محطة مهمة جدا قريب منها مستشفيات هامة وكليات الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاهرة، وجزيرة منيا للروضة. وبعد السيدة زينب محطة الملك الصالح. بعدها محطة ماري جرجس، وهي محطة هامة لوجود بعض الكنائس القديمة الأثرية وجامع عمرو بن العاص، وده الطريق للمتحف القومي للحضارة المصرية، وكلها أماكن قيمة تستحق الزيارة لقيمتها الثقافية والتاريخية. بعد كده محطة الزهراء. بعد كده الخط الأول بيمر مرة أخرى تحت الطريق الدايري، محطة دار السلام، حدائق المعادي، سكنات المعادي. أنا عملت فيديوهين عن حي المعادي اللي يحب يشوفهم. بعد كده محطة ترى البلد، كوتسكا، ترى الأسمنت، المعصرة، حدائق حلوان، وادي حوف. ثم يمر المترو تحت الطريق الدايري الأوسطي، جامعة حلوان، عين حلوان بجوار موقف عين حلوان، وأخيرا في أقصى جنوب القاهرة محطة حلوان. اعمل لايك واشترك في القناة وشجعني في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.